السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، كل سنة وانتم طيبين. تعالي اقول لك النهارده لازم تخزني خضرة المحشي، وهقول لك ليه لازم تخزني خضرة المحشي، وهقول لك على السر اللي هيخليها تفضل معاكي خضرة طول الوقت. لان في ناس كتيرة كنت يعني سألتني ان هي بتشتكي ان دايما بتسود منها، فهقول لك على السر ان هي تسود ليه منك وتبقى خضرة ازاي معاكي. وزي ما حطيتها في الفريزر هتطلعيها وتلاقيها زي الفل معاكي كده ومخضرة وحلوة زي الفل. خليكي معايا وشاهد الفيديو للاخر، يعني هتستفيدي منه جدا بجد. انا جبت الخضره بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، كنت جايبه كميه. انا كل سنه بخزن، بس مش بخزن بالكتره دي، يعني بخزن حاجه بسيطه كده بتتبقى مني، فاروح ماسكاهم حطاهم في كيس كده وفي الفريزر واشيلهم. لا، جيت المره دي قلت لا، لازم اخزن عشان الصيف اللي عدى اتلسعت يعني جامد. الاسعار عليت قوي ونطت نطه غريبه، زائد ان الخضره يعني كانت الحزمه قوي، يعني الرابطه اللي احنا بنجيبها بتبقى ما فيهاش يعني يا دوبك عود، فقلت لا لازم اخزن بقى السنه دي، فانت لازم تخزني السنه دي. هنا جبت الخضره بتاعتي وغسلتها، وزي ما انتم شايفين حطيتها في ميه وخل. بعد ما حطيتها في ميه وخل حطيتها على مصفى هنا وسبتها تتصفى خالص. لو انت عايزه تسرعي عمليه ان هي تنشفيها، اول حاجه الخضره لازم تنشفيها كويس. ممكن تجيبي ملاية وتحطي عليها، او تجيبي فوطة قطن وتفرشيها وتحطي عليها الخضرة بتاعتك عشان تفضل. شايفين طول الوقت بقلب فيها، وعشان اتأكد ان مفيش نقطة مية. لازم تتأكدي الخضرة بتاعتك ناشفة تماما عشان تخزنيها بطريقة صح. لان في طريقة تخزين غلط، بتاخدوها وتغسلوها وخلاص وهوبا تحط في الاكياس والسلام على كده، ومش هينفع. لازم الطريقه، لازم ان انت لازم زي ما انت شايفه كده. انا ده تاني يوم الصبح سبتها من بالليل للصبح في المصفى عشان تبقى زي ما انت شايفين كده، يعني مفرفره قدامي كده وحلوه وزي الفل، والميه نشفت منها تماما. هنا الحاجات اللي انا مش عايزاها فبقطعها. انا باخد الورق بس، لان انت لو خزنتي العيدان معاكي في الفريزر بتبقى زي الميه كده فيها مع الوقت في الفريزر، فمش مستحبه. فالافضل انك تخزني الورق نفسه. وخضره المحشي بيبقى عباره عن شبت وكزبره. شبت وكزبره. البقدونس ده بتاع المشويات، يعني ده بتاع الكفته. بنحطه في الكفته، بنحطه مثلا في السمبوسه في رمضان لما بنحب نعمل سمبوسه بلحمه مفرومه. فانا البقدونس ده عملته وحده وحطيته في اكياس وحده، ونسيت اصوره. لكن صورت الكزبره والشبت لان دول اللي هحتاجهم في المحشي. فقلت اوريكم الطريقه كده على السريع للي لما لقيت ناس كتيره بصراحه، او اللي ما يعرفش يعني. ولقيت ناس كتيره بتسال والله على طريقتها، وان هم بيستخدموها غلط، او يعني بيحطوها في الفريزر وتطلع سودة فهم مش عايزينها كده. فقلت اقول لكم على الطريقه الصح اللي انا متعوده اعملها يعني كل سنه. زي ما انت شايفه كده، حطي كده اهو، شايفين الورقه ناشفه زي الفل مفرفر قدامي اهو. لازم تتاكدي انه ما فيهوش نقطه ميه. تنشفيه بطريقتك زي ما قلت لك. طريقه سهله على فكره وبسيطه جدا، مش محتاجه منك لا غلبه ولا اي حاجه. هتجيبي اكياس عبيه تمام. هو مش مستحب ان انت تحطيه في بطرمانات، بس انا متعوده احطه في اكياس لان الاكياس ليها طريقه غلق محكمه شويه، فمش هتدخلي هوا فيها. سواء الاكياس دي او الاكياس اللي هي بتبقى ليها غلق كده من فوق كده، اللي هي بتتقفل من فوق. انا بحطها في الكيس وتطلعي بقى منها الهواء زي ما انت شايفه انا عماله اطلع منها الهواء. وهوريكي دلوقتي طريقه القفل بتاعتها اللي هي تحفظيها كويس والهواء هيطلع منها، بس انا كنت يعني بوريك الطريقه عامله ازاي دلوقتي. بس هوريها لك بعد ما اخلص ان انا احط في الاكياس. هجيبها واعملها ازاي. طبعا انا عملت كميه كبيره ما شاء الله، كنت جايبه في الوقت ده كتير وقلت لا ناويه اخزن بقى السنه دي كتير. مش هخزن حاجه قليله زي كل سنه كده ولا حاجه بسيطه، لاني هحتاجها كتير في الصيف والمحاشي والحاجات دي، فمحتاجه بجد الخضره. اهو زي ما انت شايفه بوريكي تفرغي منها الهواء وتقفلي الكيس كويس بعد ما تفرغي الهواء. هنا بقى الطريقه اللي انا بقولك عليها اللي انا دايما بشيلها بيها. باجيب الكيس اهو بفرغ منه الهواء وافضل الف الكيس قوي 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 بحيث اطلع منه الهواء، ويبقى الكيس معايا مقفول بالطريقه دي. انا اي منتجات ورقيه احب اشيلها في الفريزر، ملوخيه، خضره، سبانخ، بشيلها بالطريقه دي. لازم تفرغي الهواء ولازم تحطيها بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده. رصتهم هنا وعلى الفريزر على طول، وتروحي شايلاهم. والله هتنفعك وهتلاقيها سهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت، بدل ما تيجي الصيف عليكي وهتلاقي نفسك محتاسه بعد كده ومش عارفه تعملي ايه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم من الطريقه بتاعتي. طريقه سهله وبسيطه، انا بحاول انجز والله عشان الناس بتقولي لي انت يعني بتتكلمي كتير، فانا اسفه جدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.